طب في رأيك ايه بقى اللي بيحصل على الساحة الإيرانية؟ اعتقادي الذاتي باعتباري خبير ان ان كله تعب، وكله ذخيرته خلصت. إسرائيل ذخيرتها خلصت، خاصة الصواريخ الاعتراضية. عشان كده في كتير بيعدي دلوقتي وبيسقط وبدأت تتضرب. واضح ان الأنظمة الدفاعية عندها قلت. ليه؟ بدأ حزب الله يرمي لها بكتير كتير. يعني تخيل انت واحدة تجيلها 200 صاروخ في الليلة، يعني عملية صعبة. فالباتريوت اللي عندهم كله خلص. آه، وبتحاول تحافظ حتى في هجومها. ما بقتش تعمل هجوم بالدرجة الكبيرة اللي كانت بتعمله الأول. عشان ايه؟ الاستمرارية، ما تقطعش مرة واحدة على ما يجي لها المدد. أمريكا نفس الحكاية برضو. أعتقد أن ذخيرتها قلت، وبدأت تسحب من القواعد بتاعتها والمخزون بتاعها في القواعد اللي حول العالم. وطبعا أي واحد بيفهم يقول لها كده غلط يا أمريكا، لأن ممكن الناس اللي متربصين بيكي يحسوا بكده ويعرفوا أن أنت في موقف ضعف، وبالتالي تخسر الدنيا كلها. ايه بقى الجديد اللي حصل لسه؟ حكاية الايه، ال 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 الفلوس. فاكرين انتوا سهير الباروني؟ طبعا الناس العواجيز بس اللي يفهموا، اللي كانت تقعد الفلوس الفلوس وطلب لي بيرة. المهم ما علينا. آه الفلوس اللي جابت صدام حسين هتجيب القادة الأورانيين. هتقول لي هتجيب مكتبة؟ اقول لك لا، مش هتجيب مكتبة طبعا. عارف ليه؟ اعتقادي ويقيني ان مكتبة مات. اصل حاجة بالعقل. هتقول لي طب وامريكا مش عارفة؟ واكد لك ان امريكا عارفة بس مش متأكدة. الحكاية كلها ان ما تفهمش ايه اللي جرى لترامب مرة واحدة. ما بقاش اللي بقه على لسانه، وتعلم التمثيل، وتعلم النكران، وتعلم كتم السر، وتعلم يقول حاجة عكس اللي هو ناويها. تقريبا اتصل بالرئيس السيسي قريب وقال له يا دي عبيط، يا عبيط داري على شمعتك تقيد، مش كل اللي تعرفه تقوله، وادي حاجات معاكسة، وما تخليش اللي قدامك يبقى عارف انت بتفكر ازاي. فكل حاجة بتسمعوها من ترامب دلوقتي، ولاحظ ان هو ايه، يروح قايل لك الحاجة وقايل لك عسل. يعني يقول لك ايه مثلا، لسه قايله مش مش ناوي اعمل على مصفة البترول في الجزيرة بتاعت خيبان دي، ولا اسمها الجزيرة بتاعتهم ديت، اللي هي فيها المصفى بتاعت البترول الرئيسية. مش ناوي استولى عليها، بس ممكن اغير رأيي. تخيل يعني تصريحات عسل كده، عسل الواحد بيقعد يضحك عليها، كوميدية تخلي اللي قدامك يتشتت. واخد بالك؟ مش ناوي بس ممكن. آه ف الفلوس هتجيب له الناس اللي هم عايزينها. الفلوس هتجيب له الخبر ان كان مجتمع مات ولا لا. ما هو حكاية انك انت، تخيل انت في الموقف بتاع ايران دول، وفي الموقف بتاع ايران، وفي موقف الضعف والجبهة الداخلية تعبانة وميتة وخلصانة، تقوم انت تطلع بيانات من مكتبة يدي رسائل للشعب مكتوبة. مكتوبة. يعني طب بلاش، يعني بلاش يطلع بصورته، يطلع بصوته، يقول للناس بصوته، الناس تعرف صوته. انما ده مكتوبة. ده دليل ان هكس فهكس فهكس. ليه؟ لانها تعمل بلبلة في الجبهة الداخلية اكتر. ولو اتعرف ان مجتبئ مات، انتهى النظام في امريكا، في ايران. انتهى النظام. الا اذا كانوا بقى انتخبوا واحد تاني
والقادة بتوع الحرس الوطني والباقيين كلهم عارفين الراجل التاني، وبيقولوا ان مكتبه هو البتاع ده على تحت بند التضليل يعني. نظام عجيب ونظام غريب ونظام ديني متخلف. بيحاولوا ده اللي بيعملوه ده حكاية النفس الأخير، يعني نظام كتر من الفضايح عشان أنا رايح. واحد ما بقاش عنده حاجة يخسرها يعني. يا جدعان الحكاية ان النظام ده هيمشي مفيش فيها كلام. واللي مش عارفين نجيبه الفلوس هتجيبه. وكان في اكتر من صدام حسين والفلوس جابته، وجابوه من تحت الحفرة. لو انتوا شفتوها وبيطلع من الحفرة كده، كانت حاجة جميلة جدا. طبعا احتمال كبير ان الدلتا فورس اللي هو قوة الدلتا بتاعت امريكا يجي لها معلومات عن اماكن اختباء الناس دي، وتحصل عملية انزال وخطف ليهم او قتل ليهم بنفس الطريقة اللي حصلت في فنزويلا. ما فيش حاجة مستبعدة. الحاجة بقى اللي انا شغله بالي قوي يعني. على فكرة الموساد الاسرائيلي هتوصل للكلام ده يوم يعني شوية كده، مجرد ان يعني لو هم يعني لو امريكا اعلنت ان انا ايه ههدي الضرب شوية على ما نلتقط الانفاس، او هديهم فرصة او بتاع اي كلام يتقال كده، وتكون في نفس الوقت المخابرات شغالة ودول ياخدوا شوية ريليف، نقدر نعرف مين بيتحرك فين. لان بعد الحكاية فدية الفلوس ديت، دية الفلوس ديت وات ايفر يو كول ات، هيبتدي تغيير للاماكن. مفيش حد هيقعد في مكان ثابت، يقعد النهارده في حته وبعدها في حته وتغيير للناس وتغيير لكل حاجه، وحركه من هنا لهنا ولهنا، يمكن كل ساعه يحصل تغيير في المكان. وخلي بالك ان التغيير والحركه الكتير هي اللي هتكشف. التغيير والحركه الكتير هي اللي هتلفت النظر وهي اللي هتكشف. انا كنت وصلت النقطة امبارح اتقال في البيانات اللي بيقولوا انه مكتبة خامنئي طلعها، اللي هي كانت مكتوبة اللي بقول لكم غريبة دي، ودي واضحة تماما انها بيانات من الحرس الثوري، مش من مش من حد يعني. آه يقول لك ايه، هتطلع ضربات من اماكن مفاجئة لا يتوقعها العدو. انا عمال افكر، وبصراحة مش جاي في دماغي غير سينا وليبيا. مش جاي في دماغي غير سينا وليبيا. طبعا احنا كلنا عارفين ان حماس لو تقدر تساعد هتساعد. حماس موجود فيها ناس في سينا دلوقتي متخفيين، غيره في عائلات متعاطفة مع حماس وهربانة من الجيش او متخفية. في بقى صواريخ عندهم ولا لا معرفش. كل شيء جايز. دول فجأة كده بتلاقيهم طلعوا. جبل الحلال والحاجات ديت والكلام هل تم السيطرة عليه تماما؟ هل اتفتش بالكامل؟ أشك. كل خوفي وأملي ألا يكون خوفي في محله أن تحصل هجوم من سينا، من العريش، من مصر، أو من رفح المصرية. أتمنى أن ما يحصلش. وإذا كان في ليبيا، طبعا ليبيا عادي خالص خالص، لأن الأسلحة بتوصل لهم عادي خالص عن طريق تشاد وعن طريق يعني ما فيش حكومة هتعمل ايه يعني، ما فيش دولة أساسا. قلبي مع العراق. العراق انتهى يا جدعان، العراق انتهى. حكاية الفتنة الطائفية ديت، أدعو المصريين انهم ما يتصرفوش بنفس. احنا شايفين لبنان بتتعامل ازاي، والعراق بيحصل لها ايه. يا جدعان سيبكم من الكلام الفاضي ده يا جدعان. والدولة العلمانية يا سيسي، الدولة العلمانية يا سيسي هي الحل. الدين أخطر شيء على مصر يا سيسي. الدين هو أخطر شيء على مصر.
الدولة العلمانية هي الحل. الطوائف دي غلط، وكل سهل جدا جدا ان كل طائفة تلاقي لها حد يدعمها وعشان يشتتوك ويدمروك. بلاش حكاية الدين دي يا ناس، يعني اللي يتدين يتدين، بس بلاش الدولة. مفيش حاجة اسمها دولة دينية، مفيش حاجة اسمها دين الدولة، مفيش حاجة اسمها دين الدولة اللي انت قلته مرة واثنين وثلاثة واربعة يا سيسي. ده غلط.